بعد إقصائه من المنتخب، يوسف بلايلي يوجه رسالة مهمة لفلاديمير بيتكوفيتش. استهل النجم يوسف بلايلي مشواره الجديد مع نادي الترجي الرياضي التونسي بتسجيل هدف جميل وصناعة آخر في لقاء المنافس تطاوين ضمن مجريات الجولة الافتتاحية للبطولة التونسية. وفي تصريحات إعلامية بعد مواجهة سهرة السبت، عبر اللاعب الدولي الجزائري عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز رفقة نادي الترجي الرياضي التونسي وبافتتاح عداده التهديفي. ورد ابن مدينة وهران على سؤال تمحور حول مشواره الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري الذي يغيب عن صفوفه منذ ليلة الخروج من نهائيات منافسة كأس إفريقيا 2023. وأكد الجناح الأيسر أنه يبقى دائما في خدمة منتخب بلاده الجزائر ومستعد للعودة في أي لحظة من أجل تقديم الإضافة اللازمة في حال أراد المدرب الوطني بيتكوفيتش ذلك.